عودة إلى النقاش المغربي مشاهدينا. معي هنا في الاستوديو السيد محمد عبدي والسيد نجيب البكوشي، وعبر الأقمار الصناعية من القاهرة السيد فوزي حداد. نواصل الحديث عن مواضيع الليلة، والآن نتحدث عن المغرب وقرار أحادي الجانب اتخذته المملكة المغربية يوم الأحد الماضي بسحب قواتها من منطقة الجرجرات الصحراوية. قرار جاء بعد اتصال هاتفي يجراه العاهل المغربي محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي كان عبر عن قلقه العميق إزاء تزايد التوترات في محيط المنطقة التي بدأت منذ حوالي 6 أشهر وبلغت أوجها الشهر الماضي بعد حديث أصحاب شاحنات مغاربة عن قيام مسلحي جبهة البوليساريو بتوقيفهم وإجبارهم على تنكيس الأعلام المغربية. هناك من اتهم الجنود بالإساءة إليهم، ما أنذر بفصل جديد من المواجهة وصلت حد التلويح بإمكانية خلق اتفاق وقف إطلاق النار. جبهة البوليساريو عقبت على هذا الانسحاب الأحادي ووصفت من جهتها إعلان السلطات المغربية بذر للرماد في العيون، مؤكدة أنها باقية في الجرجرات إلى الأبد. سيد عبدي، أولا كيف تقيم هذه الخطوة الأحادية الجانب التي أعلن عنها المغرب؟ أنا أظن بأن هذه يعني موقف إيجابي. احترام الشرعية الدولية واحترام المؤسسات الدولية، وهي نوع من الثقة في النفس بالنسبة للمغرب، هذه الموقف الأحادي. ولكن للأسف عندما نرى ما يجري في منطقة الساحل الإفريقي، ساحل الصحراء، وما يجري حتى في الدول المغرب العربي، تونس وليبيا وحتى في مصر، أنا غريب في الأمر يعني أن نأخذ بخطوات قد تؤدي بالمنطقة إلى يعني صعوبات، لأن الجميع يعرف. أنا أظن في عمق المشكل الجميع يعرف بأن المغاربة والمغرب لهم تشبث كبير بالوحدة الترابية وبالقضية قضية الصحراء. الجميع يعرف في السياسة هي الواقع الملموس. هذا موقف المجتمع المغربي والمغاربة، والجارة الجزائرية تعرف ما معنى السيادة الوطنية، لأن الجزائريين أدوا الثمن الكبير من أجل استقلاليتهم والحفاظ على وحدتهم الترابية وفي النضال الذي قاموا به أمام الاستعمار. بالتالي يجب عليهم أن يعرفوا بأن هناك إرادة قوية للجار المغربي وللشعب المغربي للدفاع. ولهذا أنا أظن إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المواقف الثابتة تدفعنا وتدفع العقول، يعني العقلاء، إلى اتخاذ مواقف سياسية من أجل حلول سياسية عملية إنسانية التي تتلائم مع تطلبات الساكنة في هذه المنطقة. ويبقى سيد محمد عبدي، عفوا، يعني تحدثت عن خطوة إيجابية في بدء حديثك، لكن لمست بعض التحفظات لديك. يعني لمست أن المغرب قد يدفع ثمن هذا الانسحاب بتضحية، يعني ربما أمام الرأي العام المغربي الذي يريد الوحدة الترابية، وأيضا لجهة الإرهاب الذي أنا أظن يحدث في المنطقة هذا الانسحاب الأحادي يعني بأن هناك ثقة في المغرب وفي قواته العسكرية. هذا العلامة الأولى، لأن الجميع يعرف، الجميع كان ينتظر بعد الانسحاب المغرب أن تتدخل بوليزارو من جديد، لأن بوليزارو ما زالت لها النظرية الكلاسيكية، يعني بما يسمى سياسة الأمر الواقع. ينسحب المغرب وتتخذ أماكن الأماكن المغربية. المشكل الآن أنا أعرف بأن المغرب، هذا يعني بأن المغرب فيه ثقة، والمغرب مستعد يعني للدفاع على وحدته الترابية، والمغاربة مستعدون لأداء الثمن. إذا عرفنا هذه النقط الثلاثة، يجب على جميع الأطراف في المنطقة أن تعمل لإيجاد حل سياسي. ويبقى أنا بالنسبة لي بغض النظر على يعني بأنني من أصول مغربية، للمصلحة الإقليم والمصلحة الساكنة في المنطقة، يبقى بالنسبة لي إذا كنا نريد الهدف من كل هذا هو أن تجد الساكنة في المنطقة يعني الأجواء الملائمة للتعايش والقيام والنهوض، أجواء سلمية ربما للعيش في المنطقة، أن نتفادى هذه الاستفزازات.
نجيب، أستاذ محمد عبدي تحدث عن ربما وساطة إقليمية يجب أن تتم لإنهاء مسألة الصحراء، وهناك أنباء تتحدث عن استقبال الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لبعض القياديين من البوليساريو لربما المناقشة أو التناقش معهم في هذا الموضوع. كيف تنظر إلى هذه الوساطة المحتملة؟ أولا دنيا، أنا أحيي رصانة الموقف المغربي. كل نزاهة يعني الدبلوماسية المغربية والدولة المغربية اتخذت موقف رصين جدا، يعني في ظرف الدبلوماسية. هل هو موقف رصين أم أنه موقف يأتي لاستمالة ربما أنا أقول أن واستعطاف الأمم المتحدة والأمين العام الجديد؟ عسكريا يعني لا عسكريا أولا عسكريا المغرب قادرة على حسم الأمور بسرعة، يعني هذه النقطة الأولى. والجيش الرابع أفريقيا. يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التدخل المغربي لم يكن تدخل عسكري في شهر أوت، كان تدخل مهندسين أرادوا أن يقيم طريق تجارية، يعني طريق تجارية. يعني هذه منطقة القرقارات يعني حوالي 11 كيلومتر تبعد على النقطة الحدودية مع موريتانيا، وتبتعد حوالي 55 كيلومتر على المحيط الأطلسي. يعني هذه منطقة تمر منها قوافل تجارية مغربية إلى العمق الموريتاني وإلى إفريقيا، يعني من مصر. همزة الوصل بين المغرب وموريتانيا. الإشكال دنيا فيما يخص الحوار بين جبهة البوليزاريو وبين المغرب هو الآتي: المغرب يعتبر هذه منطقة عازلة، جبهة البوليزاريو تعتبر هذه مناطق محررة. هذا الإشكال، يعني الإشكال أن وكأنه في المفاهيم وكأنه نقاش وحوار بين السم. يعني اليوم أنا أعتبر أنه المغرب بعد لحقق نقاط دبلوماسية عبر عودته لمنظمة الاتحاد الأفريقي، يعني عودته اللي كان بصراحة مرتع وسعيه أيضا للعودة إلى دول غرب لجبهة البوليزاريو وحلفائها خاصة الجزائر وجنوب أفريقيا. يعني اليوم وكأن جبهة البوليزاريو تريد هناك من يقول العكس، هناك من يقول إن المغرب قبل بأن يجلس إلى جانب البوليساريو في منظمة الاتحاد الإفريقي، وهذا ليس نصرا بحد ذاته. لا سياسة الكرسي الشاغر أثبتت فشلها، وأنا أتصور أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كانت عودة موفقة وكانت خطوة إيجابية جدا. أخذ رأي سيد فوزي حداد من القاهرة حول هذا الموضوع. كيف تنظر إلى هذه الخطوة التي قام بها المغرب؟ هي بالفعل خطوة إيجابية. أنا أنظر دائما إلى التحرك المغربي من خلال هذه القضية بإيجابية. هذه القضية طبعا استحصت عن الحل لأكثر من 4 عقود حتى الآن. فشلت كل الوساطات السابقة حتى في ظل قيام الاتحاد المغاربي، أيام كان اتحادا قويا، هناك أكثر من قمة عقدت، لكن كل هذه الجهود فشلت. صحيح المغرب يقود هذه المعركة سياسيا ودبلوماسيا بحنكة كبيرة، حتى أن الجهود أو التحركات الأخيرة وآخرها حضوره أو وتحركه الدبلوماسي من أجل عودة عضويته إلى الاتحاد الأفريقي أيضا، وتحركه الأخير أو انسحابه من الكالغارات يعتبر أيضا يعني خطوة في صالحه تعكس الثقة التي يدير بها هذا الملف. ما هو غير مفهوم بالنسبة لي على الأقل في هذه النقطة هو موقف الجزائر. يعني الموقف الجزائري المتشدد الذي ساهم في إطالة أمد هذه الأزمة، مع أنها أزمة سهلة. الآن الوضع العربي متغير بعد الثورات الأخيرة، الصحراء أصبحت بفضل الفراغات الأمنية فيها مرتعا لكثير من الجماعات الإرهابية، وأخطرها طبعا تنظيم القاعدة اللي تحرك في الصحراء الموريتانية والجزائرية والليبية كذلك. يعني أعتقد أن آن الأوان لحسم ملف الصحراء الغربية بشكل أساسي وبشكل سياسي، لأن الحلول المطروحة حتى من خلال الطرح المغربي جيدة، وأعتقد أن الجزائر لابد أن تراجع موقفها المتشدد خصوصا من هذه القضية. سيد نجيب البكوشي، يعني كما ذكر الأستاذ المتدخل من القاهرة، يعني أوافقه وشاطر الرأي في هذه المسألة. يعني اليوم بكل نزاهة أنا أعتبر أن الحل ليس في تندوف، الحل في قصر المرادية، فلنكن واضحين. يعني ليس في الأمم المتحدة الحل؟ لا الحل في قصر المرادية، وعلى المغرب
أن تتحاور مع الجزائر بشكل مباشر، وعلى الجزائر أن تتحاور مع المغرب بشكل مباشر. يعني بكل نزاهة هذه مسألة قضية عالقة منذ أكثر من 40 عام إلى حد اليوم. هنالك الحدود الجزائرية المغربية يعني مغلقة، بل هنالك جدار عازل الآن بين الجزائر والمغرب، يعني كارثة. هنالك سباق تسلح بين الجزائر وبين المغرب، من المستفيد منه؟ الجزائر أو المستورد للأسلحة في أفريقيا، والثاني مستورد هو المغرب. عودة يعني المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هل تساهم ربما في يعني نحن بين الدولتين وفتح حوار بين الجزائر والمغرب أظن إذا بواسطة الدول الإفريقية؟ إذا كانت لنا قراءة يعني جيدة وناجعة للخطاب الملك المغرب في إفريقيا، ويعني الجولة الطويلة التي طالت أسابيع، هذا تعكس الرؤية الجديدة للعاهل المغربي بالنسبة لإفريقيا. هو يريد النهوض بإفريقيا لأنه هو كشخص وكملك يعني مسؤول دولة يرى له رؤية في إفريقيا. أنا أظن بأن إفريقيا تنتظر الكثير من الإفريقيين، قال كلمة في خطابه أنا أظن يجب علينا أن نسجلها. قال الملك المغرب في خطاب في إفريقيا، أظن في دكار أو في كوت ديفوار، قال يجب على إفريقيا أن تثق في إفريقيا. هذا ما كان هذا ومع علاقات جنوب